السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل مشاهدين ومتابعين زواج أونلاين. تمنياتي ليكم بدوام الصحة والحال. أحب أقول لحضرتك لو أنت بتشوفني لأول مرة أو حضرتك بتشوفيني لأول مرة ومهتمين بالنوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج، وباشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يصلكم كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار، علشان نقدر نساعدكم في اختيار شريك العمر المناسب ليكم. وما تنساش تدعمونا بلايك وشير للفيديو تشجيعا ودعما منكم لنا علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا، وأيضا علشان نقدر نساعد كل الناس الجادة في إيجاد الزوج أو الزوجة المناسبة ليهم. وبأكد لحضراتكم إن إحنا بنقدم هذه الخدمة مجانا لوجه الله فقط وبدون أي مقابل مادي، لا نتقاضى أي مبالغ مالية مقابل الخدمة. فربنا يقدرنا إن إحنا نقدر نوفق راسين في الحلال ونكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله. نرجو من حضراتكم مشاهدة العرض جيدا من البداية للنهاية عشان تكون عارف جميع التفاصيل الخاصة بالعرض، علشان العرض لو مناسب لحضرتك وانت فيك المواصفات المطلوبة من قبل صاحبك الإعلان تتواصل معنا برسالة فيها بياناتك الشخصية كاملة العرضها عليها، وربنا يقدم ما فيه الخير للجميع ويرزق الجميع بالأحسن والأفضل ليه إن شاء الله. وعلشان ما اطولش على حضراتكم نبدأ عرض النهاردة ونخش في التفاصيل. عرض اليوم لمدام مطلقة بترغب في الزواج والاستقرار مع إنسان محترم مصلي وملتزم يتقي ربنا فيها ويصونها ويكون سندها ويحافظ عليها. هي لديها أولاد يقوموا معها في منزل الأهل منذ طلاقها أو انفصالها عن زوجها السابق، وهي تعمل ومتكفلة بجميع مصاريف ونفقات أولادها الشخصية. وهي من بيت محترم جدا، ناس ملتزمين وعارفين ربنا، وأهم شيء بالنسبة لهم إنهم يشوفوا بنتهم مع إنسان محترم وملتزم ومصلي وعارف ربنا يصوم بنتهم ويكون سند لها ويحافظ عليها. فربنا يقدم لها كل الخير إن شاء الله. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة الإسماعيلية، السن في منتصف الأربعينات. في ملحوظة هامة جدا، هي لا تقبل التعدد، يعني يا ريت اللي تواصل معايا من حضراتكم بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية، لأن زي ما أنا قلت لحضراتكم هي لا تقبل التعدد نهائيا. وقبل ما اقول لحضراتكم مواصفات الزوج اللي هي بترغب بالارتباط بيها، بحب افكر حضراتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو تشجيعا ودعما منكم لنا. وايضا بحب اشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وباكد ليهم ان احنا مستمرين بيكم وبدعمكم. ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم جميعا باذن الله. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج. يكون راجل محترم وعلى الخلق، قريب جدا منها في السن، ما يكونش فرق السن بينهم كبير. يكون عنده دخل ثابت او عمل ثابت. ويكون أيضا مطلق أو أرمل، لأن زي ما قلت لحضراتكم هي لا تقبل التعدد. يكون قادر في نفس الوقت إن هو يوفر ليها عيشة أيضا في شقة خاصة بها، يعني يكون عنده مكان للإقامة أو شقة الإقامة فيها معه بعد الزواج بإذن الله، لأن زي ما أنا قلت لحضراتكم هي بتكون في منزل الأهل. يستحسن ليها اللي هو يكون الزوج من داخل المحافظة اللي هي بتقيم فيها بسبب عملها ودراسة أولادها، وده من أهم شروطها إن هو يكون من داخل المحافظة اللي هي بتقيم فيها، فربنا يقدم لها كل الخير إن شاء الله. طريقة التواصل مع أخوها الكبير وهو ولي أمرها، فعلى ما نجد بياناتها مناسبة ليه وهو في المواصفات المطلوبة من حضراتكم، يا ريت يتواصل معاه برسالة فيها بياناته الشخصية كاملة العرضها عليهم. وربنا يقدم للجميع الخير إن شاء الله ويرزق الجميع بالأحسن والأفضل ليه إن شاء الله. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار، ومع زواج أونلاين هتلاقي الأحسن والأفضل ليك معانا إن شاء الله. وفي النهاية تحياتي لحضراتكم جميعا، ودمتم في أمان الله.